يا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من المدرج. يعني خلاص انتهاء بطولة أفريقيا بفوز منتخب السنغال بالبطولة. مباراة كانت صعبة، مباراة فيها دراما كتير، أحداث كتير، بس المهم إن السنغال بطل أفريقيا. المغرب عملت ماتش معقول، بس خبرات النهايات يا جماعة لازم تكسب. نيجيريا تحصد البرونزية، منتخبنا الوطني يحصل على المركز الرابع. ركز بقى معايا في الكلام اللي جاي عشان الكلام ده مهم. مركز رابع في افريقيا، بس انت شاغل افريقيا كلها. النهائي شغال، ومذيع من المغرب ومذيع من السنغال، الاتنين على قنواتهم الفضائية. الناس بتذكر اسم مصر في كل لقطة. يعني انت مش اي منتخب، بتلعب مع نيجيريا على الثالث وعلى الرابع، ومنتخب نيجيريا او مدرب منتخب نيجيريا بيقول لك هعتزل بعد الماتش. يعني يا جماعة احنا منتخب في حتة تانية خالص، ما تخليش حد يحبطك. الناس عمالة تقول لعيبة محلية ولعيبة مش عارف ايه، اهم حاجة يطلعوا صلاح وحش. لعيبة محلية. المحلية اللي انت بتتكلم عليها دي، انا بالنسبة ليا امام عاشور افضل لاعب في البطولة، بيلعب في النادي المحلي. بقى النادي المحلي اللي انت بتتكلم عليه دون عامل قلق لافريقيا كلها، زعيم افريقيا النادي الاهلي. اوعى حد يحبطك، احنا ما حدش وصل للي احنا فيه. 7 بطولات افريقيا، ما عندناش لعيبه او ما عندناش لعيب مصري جايبينه من بره ومدينه جنسيه عشان يلعب لنا ماتشات. احنا كلنا مصريين، المصريين دول ما بيخلصوش. بالنسبه بقى للاداء بتاع المنتخب، عشان الناس برضو ندي كل واحد حقه. احنا برضو اداء المنتخب ما كانش احسن حاجه، بس الكلام ده كله ما هو الا مجرد تراجع مستوى الفرق الجماهيريه في مصر. من ضمن الفرق اللي الواحد حزين عليها النادي الاسماعيلي. اسم كبير مش محتاج ان انا اتكلم عليه، جمهور بيعشق الدراويش من غير اي مقابل. بس السؤال اللي اهم في حلقتنا، ايه اللي حصل للاسماعيلي؟ ايه اللي ممكن يرجع الاسماعيلي؟ الدراويش مش في مكانته الطبيعية، وللأسف ده واقع ولازم نعترف بيه. مشاكل إدارية كتير، عدم الاستقرار، تغييرات كتيرة، لعيبة بتمشي من غير مشروع واضح، بتمشي اللعيبة ومش عارف انت بتعمل ايه. ايه النتيجة بتاع الكلام ده كله؟ فريق بيكافح من غير ما ينافس، والجمهور هو الضحية. خلينا نروح لصوت الجمهور الإسماعيلي، الناس اللي عايشة مع النادي يوم بيوم. نروح للشارع الإسماعيلاوي مع الزميل أيمن عبد العظيم، ونسمع رأي الجمهور الإسماعيلاوي عما يدور في النادي الإسماعيلي. تحياتي صديقي ايمن هاشم. نزلنا لبرنامج من المدرج في محافظه الاسماعيليه، نتكلم ايضا عن النادي الاسماعيلي وعن الجماهير النادي الاسماعيلي وعلى الانديه الشعبيه. شايف الموقف ازاي بعد يعني شايفين نتائج المنتخب المصري ده اثر بالفعل على الانديه الشعبيه؟ غابت راحت فين؟ النادي الاسماعيلي، نادي الزمالك عنده ازمات، كل الناس الانديه الشعبيه يعني شاف طريقها ايه للحل؟ لا، هو انا شايف صراحه ان يعني هو نادي الاسماعيلي ده هو نادي مش بيحافظ على اللعيبه بتاعته. امر واقع، مش على الاسماعيلي بس، الانديه معظم الانديه اللي هي الجماهيريه كلها واقعه. يعني مش هنيجي اكتر من نادي الزمالك، مش هنيجي اكتر من نادي الاتحاد، فالانديه كلها واقعه. فربنا كرمنا ان شاء الله بسياده الوزير محمد صبحي، برضه ما عجبوش الحال، واخد بالك، وده خلينا شركه اماراتيه ان شاء الله متعشمين فيها خير ان شاء الرحمن، وتلم الشمل وتظبط النادي الاسماعيلي ويرجع لامجاده زمان، ويبقى الاسماعيلي ضلع ثالث في الدوري. بيني وبينك يعني من غير الاسماعيلي في الدوري ولا ليه طعم ولا ليه ريحه ولا ليه اي حاجه. هو مشكورا سياده الوزير اشرف صبحي واقف جنب شعب اسماعيليه، مش واقف جنب نادي الاسماعيلي. اصلك نادي الاسماعيلي يا استاذ ايمن هو شعب، يعني نادي الاسماعيلي هو شعب اسماعيليه. صوت نادي الاسماعيلي يعني صوت شعب اسماعيليه. احنا 20 يوم اسماعيليه تنور موجود، احنا مش طالبين كتير، حلوا لنا الازمات بتاعت نادي الاسماعيلي. المدرب ملوت حمدي ده مدرب فاشل فاشل فاشل. ما حدش بقى يقول لي ده القماشه، لا القماشه العيب عيب مدرب، عيب ترزي. الترزي هو اللي بيفصل القماشه. اللجنه اللي شغاله دلوقتي كتر خيرها قوي ان هي عملت حلت بعض المشاكل. الموضوع مش سهل، الناس مستعجله، الاستعجال مش هيجيب نتيجه. احنا بنقول الناس شغاله وشغاله في صمت. احنا من اول يوم
احنا عاوزين ناخد النادي نديه للدوله. تمام. فدلوقتي النادي في ايد الدوله يا استاذ ايمن، انت فاهم؟ فاحنا مرتاحين مع الاداره دي، بس هي مشكله الاداره دلوقتي يا استاذ ايمن ان ما بتطلعش تتكلم. مش ما اقولش ان كل ما بتعمل حاجه تطلع تتكلم، لا تطمن الجمهور، لان احنا بقالنا كام سنه بنعاني من موضوع قفل القيد والمشاكل ومفيش لعيبه والجماهير نفسها تفرح يا استاذ ايمن. احنا كلنا في اسماعيليه بنعشق الكوره، والكلام ده مش احنا بس، ده من بره ومن المحافظات الثانيه كلها. الاسماعيلي برازيل مصر والعرب والعالم. الاسماعيلي ده فرقه كبيره، هي اول من اخذ كاس افريقيا وكده. اللي انا عايز اقوله بس بالنسبه للناشئين، احنا الحمد لله عندنا ناشئين على قدر عالي، واحنا طول عمرنا مش النهارده، احنا طول عمرنا بنطلع ناشئين احسن. عندنا شباب صغيرين بس الاجيال دي محتاجين يدين خبره في نص الملعب، يدين خبره في الهجوم، عايزين فلوس عشان يقدروا يبذلوا مجهود. ان شاء الله يرجع، هو ان شاء الله يكون فريق كبير. ان شاء الله يبقى احسن من زمان، يعني ان شاء الله يبقى احسن ونجيب احسن يبقى عندنا احسن مستوى. يعني جمهور النادي الاسماعيلي طبعا بيفهم كوره، جمهور النادي الاسماعيلي بيتكلم كويس عن النادي، جمهور الاسماعيلي شغله امر النادي. نرجع نكمل كلامنا عن الاسماعيلي ونفكر نفسنا بحاجه مهمه. من ايام قليله رجاله النادي الاسماعيلي مواليد 2005 حققوا فوز مهم على النادي الاهلي مواليد برضو 2005، ودي حاجه تحسب للناشئين انه يفوز على نادي بحجم النادي الاهلي. منظومه متكامله، منظومه ناجحه، منظومه بتصدر لنا ناشئين من اعلى مستوى. للحديث اكتر عما يدور داخل النادي الاسماعيلي معانا مداخله تليفونيه من الاستاذ مجدي الجندي، مدير مكتب جريده المساء وبوابه الجمهوريه. يا استاذ مجدي. اهلا اهلا، السلام عليكم يا فندم، ازي حضرتك؟ منورني يا فندم في برنامجك من المدرج. بنورك، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين وبحضرتك وباسره البرنامج، واتمنى ان احنا نكون على قد المستوى النادي اللي هنتكلم عليه. يا اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. نورني، وعايزين نتكلم شويه عن النادي الاسماعيلي يا كابتن. والله النادي الاسماعيلي الكلام عليه كتير جدا. مش هننكر ان ده برازيل العرب. النادي الاسماعيلي تاريخ كبير وعميق. النادي الاسماعيلي الضلع الثالث في منظومه كره القدم في مصر. جميل. من يوم ما اتولدنا واحنا عارفين اهلي زمالك اسماعيلي، اهلي زمالك اسماعيلي. لكن الفتره الاخيره الاسماعيلي اصيب بمرض، وان شاء الله اللي بيمرض ما بيموتش. ان شاء الله. وانا بحب اطمن جماهير النادي الاسماعيلي ان الاسماعيلي مش هيضيع. وفي الفتره الاخيره زي ما احنا شايفين ومتابعين حضرتك ان الدوله مدت ايديها بتطبطب على النادي الاسماعيلي وجماهير النادي الاسماعيلي. مظبوط. احنا عارفين ان الاسماعيلاويه تعشيهم، تغذيهم، تفطرهم، تسحرهم اسماعيلي، هي ده حياتهم، هو ده عشقهم، هو ده روحهم. فعشان كده الناس دايما بتنفعل مع اي نتيجه سيئه للنادي الاسماعيلي. النهارده لو احنا الاسماعيلي اتعادل او فاز على اي فريق مهما كان تاريخه او مستواه، هتلاقي الشوارع كلها في الاسماعيليه السمسميه شغاله، العربيات ماشيه بتزمر، الجماهير حاجات جميله. حاله في اسماعيليه يا فندم، حاله في اسماعيليه يا استاذ. حاله عشق غريبه قوي في مدينه الاسماعيليه. استاذ مجدي، ماذا يدور في النادي الاسماعيلي؟ خلينا نتكلم بصراحه ونحط عنوان عريض للي بيمر بيه النادي الاسماعيلي، واسمحي لي ان انا اقول كده العنوان العريض: من امن العقاب اساء الادب. مظبوط. ناس كتير اخطأت في حق النادي الاسماعيلي ولم تحاسب. هناك شخصيات كثيره جدا اساءت في حق النادي الاسماعيلي مفروض تتحاكم. يمكن التقهقر اللي بدأ في تاريخ النادي الاسماعيلي من فترة الرئاسة الأولى للمهندس يحيى الكومي، وأنا بقولها علني وعلى الهوا وخلي الناس تشوف وتسمع، إحنا ما حاسبناش يحيى الكومي على اللي عمله في النادي الإسماعيلي. يحيى الكومي أول رئيس نادي رفع سقف العقود للعيبة، خلى اللي جاي بعد منه يتولى الإدارة في حزب حزب البرمة. بالإضافة إلى يعني لو حضرتك هتكشف وتدور على قوائم الاسماء الكتيره اللي جت
وتم توريدها للنادي الاسماعيلي. توريدها دي يعني احنا بنورد بضاعه بنورد بضاعه، يعني في مكسب وخساره وفي ارباح، في سمسره وفي عمولات. في لعيبه ومش حاضره طبعا الاسماء دلوقتي يا كابتن، ما لعبتش في النادي الاسماعيلي 7 دقائق على بعض، ومع هذا ورافعين قواضي على النادي، رفعت قضايا على النادي الاسماعيلي بتطالب حقوقها. ومن ضمن وقف القيد ان في لعيبه فعلا كتير ما شاركتش مع النادي الاسماعيلي ورافعين قواضي يعني، ومش عايزين يتنازلوا ومش عايزين حتى يتكلموا مع الناس. يعني الناس دي دخلت النادي ازاي اصلا؟ بيشجع اللعيبه دي وبيسخنها على النادي الاسماعيلي، اللي هو وكيل اعماله حضرتك المستفاد يا فندم منه، المستفاد منه لازم يشجعه. وكيل اعمال لعيب كوره يساوي محامي تعويضات. مظبوط. ويمكن احنا شفنا في السينما المصريه محامي تعويضات بيعمل ايه. القصه بقى حضرتك ان النادي الاسماعيلي يعني هنتكلم على الفتره اللي احنا فيها. الدوله لما مدت ايديها واستلمت النادي الاسماعيلي وقيل مجلس المهندس نصر ابو الحسن اللي ما زال حتى هذه اللحظه يعافر للعوده الى النادي الاسماعيلي. بس هو متحول للنيابه يا فندم، لسه لم يقتص في اي شيء منه. انت ورجالتك عملتوا ماذا قدمتوا للنادي الاسماعيلي؟ حليت بعض المشاكل، حليت بعض القضايا، لكن احنا دلوقتي الناس عايزه النادي الاسماعيلي يعود الى تاريخه القديم. يعني الحكايه من ايام القومي زي ما قلنا حضرتك، الازمه اللي احنا غرقانين فيها دي مش بتاعت النهارده، دي فاتوره قديمه وكلنا بندفعها دلوقتي. اكيد الجمهور اللي بيدفعها بدات تزيد في النادي الاسماعيلي وتتضاعف. محدش بيدفعها، دخلنا في دوامه صفقات في شن. الاسماء اللي خدت ملايين وهي ما بتساويش جنيه ما كانتش، يعني عندنا مدرسه الدراويش بتاعت الناشئين دي كانت بتفرخ لكل انديه مصر، ويمكن النادي الاهلي كان اكتر نادي في مصر واخد لعيبه من النادي الاسماعيلي. بس احنا عملنا ايه؟ اذا كنا بنقول ان في لعيبه، مجدي الكينج ده وكيل اعمال لعيب وفاشل وجابوا النادي الاسماعيلي ومضى النادي الاسماعيلي عقد، المسؤوليه الكامله ولجنه التعاقدات، كل ده ادوار مهمه في النادي. الاداره الفنيه مظبوط. محدش حاسد حد. اخر اداره فنيه جيده تستحق ان احنا نذكرها بكل خير هي اداره الكابتن شحته رحمه الله عليه. مظبوط. تفتكر يا فندم الاسماعيلي ممكن يرجع تاني؟ وعمل فريق قوي جدا واخد بيه الدوري. يا استاذ مجدي، تفتكر ان النادي الاسماعيلي ممكن يرجع تاني؟ باذنك يا رب هيرجع ان شاء الله، باذنك يا رب. بشكرك يا استاذ مجدي، يعني شرفتني ونورتني. للحديث اكتر او نكمل كلامنا معانا مداخله تليفونيه من الكابتن محمد ابراهيم نور، لاعب النادي الاسماعيلي السابق وحكم ساحه بالاتحاد المصري. يا كابتن محمد منورني. السلام عليكم كابتن ايمن. ازي حضرتك؟ تحياتي لحضرتك. يا اهلا وسهلا يا فندم، منورني في برنامجك من المدرج ووحشني يا كابتن والله. حبيبي يا كابتن ايمن، ربنا يبارك لك وبالتوفيق ان شاء الله في برنامجك الجميل، ويا رب ان شاء الله يكون خير كده الفتره اللي جايه ويكون في تقدم وافضل ان شاء الله. بشكرك يا فندم، بشكرك. يعني كابتن محمد، انا عارفك اسماعيلاوي اصيل قوي بقى، بتحب الاسماعيلي قوي، بتحب الكوره بتاعت الاسماعيلي. مين في مصر زي ما بحبش اسماعيلي؟ لا انا بقى عارفك انت بتموت في حاجه اسمها اسماعيلي، بتعشق حاجه اسمها اسماعيلي. الحمد لله والله. طيب ماذا يدور في النادي الاسماعيلي يا كابتن؟ طبعا في البدايه يا استاذ ايمن عايز اقول لحضرتك احنا للاسف في اصعب فترات والمراحل في تاريخ نادي الاسماعيلي. فعلا الاسماعيلي انا اسف في اللفظ والناس ما تزعلش مني ان انا يعني بتكلم كده، ان الاسماعيلي بيموت بالبطيء. سيبك بقى من الشعارات بقى بتاعت كل سنه الاسماعيلي بيمرض ولا يموت. الاسماعيلي بقاله اكتر من 8 سنوات يا استاذ ايمن مريض، بس بنقوم ونقع برضه يا كابتن. تقريبا الاكسجين بتاعه يعني قرب يخلص ولازم نشحن علشان يعيش الاسماعيلي. اكيد، بس احنا بنقوم ونقع، احنا متعودين على الاسماعيلي ان هو يقوم ويقع. الموسم ده بيلعب بالناشئين. الاسماعيلي حتى الان عنده 10 نقط يا دايما، والناس كنا سرحانين شويه او تايهين شويه او مشغولين شويه مع منتخب مصر في البطوله الافريقيه، لكن لازم الناس تفوق. احنا عندنا 10 نقط من 13 مباراه دايما،
احنا فتره التوقف دي فتره المنتخب نست الناس شويه، لكن احنا لازم نكون ان الاسماعيلي بيموت يا جماعه. احنا في المراكز الثالث، احنا لما تبص على الجدول تلاقي الجدول احنا في الثالث من تحت، يعني احنا مع الهابطين. دي حقيقة. احنا اصلا الموسم اللي فات كنا هابطين يعني، والامر ازداد سوءا بقى السنه دي وتدهور. يعني للاسف ما قدرناش نجيب لعيبه بسبب قفل القيد، واللي بنلعب بالناشئين. احنا في المركز الثالث من تحت، عندنا احنا المركز 19. احنا تحتنا الكهرباء والاتحاد 8 بونت اللي هم افضل مننا. الكهرباء بتدعم وجايبه لعيبه وعندهم منظومه ثابته واداره ثابته وفريق كويس نفس فعلا. الكلام نادي الاتحاد. احنا لازم نفوق شويه. احنا اللي فوقنا بينافس معانا على الهبوط يا دايما. المقاولين اللي هتعبنا بكره دي عندها 10 نقط زينا، يعني ماتش ب6 نقط بكره. هتعمل ايه وانت ما عندكش لعيبه؟ ما جبتش لعيبه اصلا لسه، ما فيش قيد. انت بتلعب بناشئين بكاس الرابطه وشكلنا للاسف وحش. احنا يعني والناس بتلعبك بالناشئين كمان. مظبوط. فاحنا الوضع صعب 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 يا زعيما. ويا رب يكون من اللجنه الحاليه ومجلس الاداره يلاقوا حلول سريعه، لان ما فيش وقت. نتمنى. طب كابتن محمد، يعني ايه الحل من وجهة نظرك؟ يعني الحل يا باشا الحل اي حد هيقول لك احنا محتاجين فلوس، والفلوس مش هتيجي غير من رجال اعمال. وكنا نتمنى اللجنه تيجي لجنه رجال اعمال معاها فلوس تقدر تحل المشاكل، لان الدوله رمت ايديها، رمت الفوطه وسابت اللجنه الحاليه. نعم دكتور طارق راشد رحمي ولجنته الموقره ما شاء الله عليهم ناس محترمه جدا واداريين فاهمين وكل حاجه، لكن الاداره هتعمل ايه من غير فلوس؟ احنا محتاجين فلوس نخلص اللي علينا الاول ونبدا نخطط بقى صح ونشتغل صح. احنا مفيش فلوس دلوقتي. الحل ان احنا نشوف اي شركه تخلص بسرعه، الدوله تسهل لنا الحاجه، لان كل برضه الشركه الاماراتيه بقول لك اختلفنا في النسبه. الشركه بتاعت ويل برضه اللي داخله اللي بيتكلموا عليها برضه مش هتحل مفيش حلول هتظهر. حتى الان انت المجلس حتى ما بيتكلمش، ما بيقولش حاجه، يعني مفيش. احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل، يعني كل حاجه غامضه ومحدش بيطلع يقول لنا والله اطمنوا خلاص اطمنوا. طب هنطمن ايه واحنا فاضل لنا 15 يوم يا جماعه؟ فعلا 15 يوم على قفل القيد ومش هنلحق نعمل فيهم اي حاجه خالص. احنا عايزين حل سريع من مجلس الاداره يطلع يقول لنا الدنيا ماشيه ازاي عشان نعرف قبل ما يرموا المركب ويرموا الفوطه. لو ما اتحلش الموضوع هيرموا يقول لك احنا مستقلين ويمشوا ويسيبوا النادي يقع وينزل. احنا لسه قدامنا 15 يوم يا جماعه، لو مش قادرين نستقروا من دلوقتي نشوف حل والدوله تتدخل بسرعه. يعني دايما احنا في وضع صعب جدا جدا جدا، ولو ما لحقناش ننقذ النادي هنضيع. وبعدين انا اسف، يعني كان المفروض يتغير الجهاز الفني ويتحط مدرب وطني من اسماعيليه من ابناء النادي يشيل النادي وعارف اللي احنا فيه. المدرب طيب قوي ما ينفعش يا جماعه المدرب ده يشتغل الفتره دي. احنا محتاجين تغيير في الجهاز الفني، محتاجين 5-6 لعيبه باسرع وقت، مش عايز اقول لك 10 كمان. فالوضع يا استاذ ايمن الوضع سيء جدا جدا للاسف، وانا مش عايز اقول حاله تشاؤم في الشارع الاسماعيلاوي، لكن الوضع لازم تدخل سريع من اللجنه تقول لنا انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ انتوا عملتوا ايه لغايه دلوقتي من ساعه ما مسكتوا؟ انتوا بقالكم اكتر من شهر مش عارفين ولا شهرين مش عارفين بتعملوا ايه؟ اطلعوا وقولوا لنا انتوا عملتوا ايه؟ انا اسف يا استاذ ايمن واسف بعتذر للساده المشاهدين طبعا على انفعالي، لكن انا من حب النادي الاسماعيلي يا كابتن محمد. بس انا عايز برضو الفت نظر حضرتك لحاجه، ان ساعه ما الاسماعيلي يحتاج الدوله سرعان ما تدخلت. احنا هنقول الدوله جابت لك برضو اسمعني بس، جابت لك مجلس معين، عرضت الناس على النيابه او ما اتهمتش الناس بصيغه مباشره، لا ده عرضتهم على النيابه ان هي تحقق في الموضوع. فالدوله الصراحه مش سايبه النادي الاسماعيلي خالص. الناس واقفين جنب النادي الاسماعيلي. عينت لك لجنه، اللجنه دي المفروض ان هي لجنه انقاذ نادي الاسماعيلي، تمام؟ يعني الناس برضو يعني ان انت تسمع ان في شركه جايه او في شركه هيتم التعاقد معاها، معنى ذلك ان الناس دي شغاله. معلش يكمل جميلها بقى الدوله، معلش انا اسف، وزير الشباب والرياضه يكمل جميله ويكمل مساعده النادي لانقاذ النادي زي ما بيعمل. على فكره يعني دي مصادر موثوق منها يا فندم، دي مصادر موثوق منها ان فعلا سياده الوزير ما سابش الاسماعيلي خالص. ان سياده الوزير على اتصال دائم بمجلس الاداره، في يعني تواصل. الناس دي مش حتى وهو مش موجود في مصر برضو الناس دي بتتواصل مع النادي الاسماعيلي، مجهود غير طبيعي
انا اشهد عليه ان الناس دي مش سايبه النادي الاسماعيلي يا فندم. ما حدش يقدر ينكر ده يا استاذ ايمن. معالي الوزير انا عارف ان هو ليه دور كبير جدا والدوله ليها دور كبير جدا، بس احنا عشمانين هي برضو يعني كمان. هي حته ان مجلس الاداره يا كابتن محمد الاسماعيلي هو يعني اساس الكره المصريه. صح، دي حقيقه ما ينفعش المنتخب من غير اسماعيلي يا فندم. سامعني يا دايما؟ انا سامعك، انا بقول لك ما ينفعش المنتخب من غير اسماعيلي، ما ينفعش لعيبه في مصر من غير اسماعيلي، ما ينفعش اهلي زمالك، ما ينفعش انديه تانية غير الاسماعيلي. الاهلي لو ما خدلهوش لاعب في الاسماعيلي كل سنه ولا الزمالك ولا الكلام ده، دي عناصر اساسيه عندهم، ما ينفعش. عايز اقول لحضرتك عايز اقول لحضرتك كمان حاجه فنيه برضو، انت عندك لعيبه ليها مستقبل، بس هي جت في وقت صعب قوي. ما هي دي النقطه بقى اللي احنا عايزين نقف عندها، ان انت شجره مثمره، فاهمني؟ طبعا. فدي حاجه مش يعني مش وحشه في النادي، انت النادي ما بيقعش. عندك كنز في النادي ما شاء الله، بس ما شاء الله متحملين مسؤوليه صعبه عليهم قوي. ده لو معاهم 3 4 لعيبه خبرات مش هنعاني احنا خالص. دي حقيقه. طيب انت كلمتني عن حته الجهاز الفني. يعني انت شايف ان الجهاز الفني جديد بصراحه. انا وجهه نظري دايما ان المستر ميلود حمدي ما عندوش جديد. احنا عندنا اقل مدرب في قطاع الناشئين مع احترامي الكامل ليه طبعا هيأدي نفس الوضع ويمكن اكتر كمان. بس في من ابناء النادي موجوده في الجهاز يا فندم. الاسماعيلي يقدروا ينتشلوا النادي من اللي هو فيه. في من ابناء النادي المخلصين موجودين في الجهاز وناس حاطه ايديها في كل حاجه يعني. بس يعني يلا الحمد لله، وان شاء الله الاسماعيلي يبقى في حته تانية. وبشكرك يا كابتن محمد ونورتني، ومبسوط ان انت كنت موجود معايا. طيب قبل ما انهي حلقتنا النهارده نحب نفكر حضراتكم ان النادي الاهلي عنده مباراه مهمه النهارده قدام يانج افريكانز في بطوله دوري ابطال افريقيا الساعه 6 مساء. ماتش افريقي تقيل، متابعته مهمه لكل الجماهير الكوره. ونتمنى نشوف المباراه قويه، نتمنى نشوف مباراه تليق بالكوره المصريه. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. اتكلمنا بحب وناقشنا بعقل وسمعنا صوت الجمهور، لان الكوره من غير الجمهور ملهاش معنى. نشوفكم على خير في حلقه جديده من برنامجكم من المدرج.